السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم عندي في القناة. اللي اول مره تشوف الفيديو ولا تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتخلي لي لايك وتعليق، وشكرا على التعليقات ديالكم اللي كتوصلني، شكرا على التشجيعات ديالكم اللي كتوصلني. الوصفه ديال اليوم وصفه خاصه بالامهات، الامهات اللي عندهم وليداتهم صغار ولا كبار. راه غادي ندير واحد الوصفه اليوم زوينه بزاف، راه كتنفع الصغار والكبار والصغار خاصه. كلنا كامهات كنعرفوا اننا الدراري الصغار كنحيروا معاهم في الماكله، ما كنعرفوش شنو يبغيو ياكلوا، وخصنا نعطيهم شي حاجه طبيعيه وفي نفس الوقت تكون شي حاجه زوينه وسهله اللي غيقدروا انهم ياكلوها. انا هنا كنهضر على الاطفال الصغار من 8 اشهر الفوق، من 8 شهور الفوق، سنه ونصف. الوصفه ديال اليوم غنديروا كيفاش صبه بالقرع والجزر، القرع الاحمر والجزر. صبه زوينه كتجي بنينه، كيجي فيها واحد المذاق غزال وكتبقى طبيعيه، مكونات بسيطه متوفره في اي منزل، بمكونين رئيسيين اللي هو الجزر اللي غني عن التعريف والقرع كذلك. كاينه بعض المعلومات كنداولوها في المجتمع ديالنا. كيقول لك القرع ما فيهاش الفوائد. هذا اللي كيقول القرع ما فيهاش الفوائد لو كان يمشي يبحث عليها ويقرا عليها ويشوف الفوائد اللي عندها ما غاديش يقول داك الهضره. ولكن كاينين اللي كيوصلوا يهضروا بلا ما يبحثوا، بلا ما يعرفوا على الخضره شنو هي، شنو فيها، شنو هما الفيتامينات اللي كتحتوي عليهم، وشنو شحال من حاجه كتلقينا منها. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو 3 الحبات صغار ديال الجزر، خيزو 3 الحبات صغار ديال الجزر. الجزر راه غني عن التعريف، ما كاينش اللي ما كيعرفش الفوائد ديال الجزر. كلنا كنعرفوا انه زوين للنظر، كيعزز القوه ديال النظر، حيت شنو السبب؟ كيحتوي على واحد الفيتامين، كيحتوي واحد الفيتامين بزاف، كيحتوي على فيتامين ا. فيتامين ا زوين بزاف، وكيحتوي على واحد الكميه كبيره من الفيتامين بي 6 بي 6. هذا الفيتامين كيحافظ على التوازن الغذائي اللي كاين في الجسم ديالنا. التوازن الغذائي اللي كاين في الجسم ديالنا كيحافظ عليه هذا الفيتامين بي 6. كذلك غني بالحديد، وكذلك يمنع الإصابة بفقر الدم. لو بديت نذكر لكم الفوائد ديال الجزر ما غاديش نسالي، وغادي نبقاو هنا حيت كما كنعرفوا الفوائد ديال الجزر راها كثيره بزاف. كلنا كنعرفوها الحمد لله. اي منزل دخلتي ليه غادي تقول لهم الجزر، غادي يقولوا لك فوائد الجزر غير معدوده اكيد. ندوزو القرع الاحمر. القرع الاحمر اللي قلنا بزاف الناس عندهم مفهوم مغلوط عليه، ماشي كلشي. كاين واحد الفئه اللي عندهم مغلوط الفكره على القرع، وكاينين اللي عارفين الفوائد ديالو اللي ما كيخطاهمش. غنذكروا الفوائد ديال هذا القرع الاحمر. وغادي تجربوا هذه الوصفه لوليداتكم وغتعجبكم حتى نتوما وغتاكلوها ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش تجربوها، ما تنساوش تردوا لي الخبر كيف جاتكم. نبداو بالقرع. الفوائد ديالو كيعزز دور الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ديالنا كيقويه باش كيوجدوا انه يقاوم الامراض، باش داك الجهاز المناعي كيقاوم الامراض، وكيخلص من الديدان اللي كيتصابوا بها الصغار ولا الكبار. الديدان كلنا كنعرفوا الديدان اكيد. كيشافي من نزلات ديال البرد، بحال السعال والرواح. راه زوين تشربيه صوبه سخونه في البرد، راه زوينه بزاف.
كيقلل من الم الاسنان. اذا كان الم الاسنان خاصه عند الاطفال الصغار، كنعرفوا الفتره ديال التسنين ديالهم كيفاش كدوز صعيبه شويه، فلا عاوناهم بمشروب بالصبه ديال الجزر والقرع الاحمر، فغادي نكونوا خففنا عليهم ولو غير شويه، غنكونوا خففنا عليهم. امهات اكيد كاملين عارفين الفتره ديال التسنين كيفاش كدوز صعيبه بزاف بزاف بزاف. الله يحفظ لنا وليداتنا ووليداتكم اكيد. كذلك كيسهل عمليه الهضم، حيت كاين اللي كيكون عنده عسر في الهضم، الجهاز الهضمي ديالو كيكون عنده صعوبه في الهضم، فالقرع كيسهل عمليه الهضم، وبالاخص الا كان مشروب بحال هكا صبه، حيت ملي كيكون المشروب كيوصل دغيا، ماشي بحال الماكله ملي كناكلوها كتسنى انها تهضم. الماكله ماشي بحال انها الا كانت الحاجه سائله كدوز دغيا، وكنستافدوا من الفيتامينات ديالها دغيا، وكتعطي المفعول ديالها دغيا. كذلك واحد المعلومه اضافيه، دراسات علميه اكدت ان القرع كيزيد من معدل الذكاء عند الاطفال. اكدت دراسه علميه ان القرع كيزيد من معدل الذكاء، معلومه جديده. كذلك كيحفز القدره الذهنيه عند الاطفال، كيحفزها، ويشفي من الامراض المتعلقه بالجهاز الهضمي. اي مرض في الجهاز الهضمي كيشافيه القرع. شربوا القرع وغادي تشوفوا النتيجه، جربوها. كذلك يخلص من الامساك. الاطفال اللي كان عندهم الامساك، فمشروب ديال القرع غادي يسهل عليهم انهم يتخلصوا من الامساك. كذلك الفوائد ديالو غير معدوده، الا بدينا نهضروا عليها ما غاديش نساليو. كلنا كنعرفوا كل خضره فيها الفيتامينات ديالها، كل خضره كتعطي المفعول ديالها، ما كاينش شي خضره فيها فيتامين وحده لا، اي حاجه موجوده الا وفيها الفيتامينات ديالها. هنا غادي نحتاجو كذلك شويه ديال زيت العود، الزيت البلديه. غادي نحتاجو الماء ماشي كاس، ولكن على حسب شنو غنحتاجو، من بعد نقول لكم شحال هزات ليا. غادي نحتاجو شويه ديال الكمون. كلنا كنعرفوا الكمون كيساعد، المشروب ديالو كيساعد على الالم البطن والغازات اللي كتكون في البطن. كلنا كنعرفوها، حنا كبار ملي كيكون عندنا الم في البطن كنديروا الكمون في الماء ونشربوه، كيخفف علينا الالم ديال البطن. كذلك الغازات عند الاطفال، انا بنتي ملي كانت مازال صغيره كانت كدرها كريشتها، كنت كنشد الكمون الصوفي كيتباع عند العطار، كتقولي لي عطيني الكمون الصوفي، وكان غلي ليها حبات، كدير اللويزه وكنلوح ليها 2 حبات وحتى 3 الحبات ديال الكمون الصوفي. الا كانت محصوره كتخرج دغيا، الا كانت كرشها كضرها كتسهل عليها، كتعدل عليها داك الحريق كتنعس. عندنا شويه الملح، قريصه د الملح على حسب الدراري الصغار ما كثروش لهم الملحه. التحميره هذه اختياريه على حسب اللون. بالنسبه للناس الكبار انهم ممكن يديروها، الدراري الصغار الا كانوا الدراري كبار شويه من العام الفوق ممكن دير لهم شويه قريصه. ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش، هي اختياريه. نبداو على بركه الله. كنقيو بعدا نقيزو، خيزو الفوائد ديال الجزر كما قلنا راه غير معدوده، غادي نبقاو ندوب عليها ما غاديش نساليو. حنا ملي نعقل ملي تزادينا، وحنا تيقولوا لنا والدينا راه الجزر يقوي النظر، كنعرفوا ان الجزر يقوي النظر، ولكن ما عرفناش شنو اللي فيه كيخلي انك تقوى النظر. حتى كبرنا وبحثنا بقينا كنبحثوا شويه في هذا الشيء، عاد عرفنا ان الفيتامين A
اللي فيه. والفيتامين بي 6 هما الاساسيين، كيتكونوا بزاف الفيتامينات فيهم من هذا النوع، هي اللي كتحافظ على التوازن الغذائي في الجسم، وهي اللي كتقوي النظر. بالنسبه للناس اللي فيهم فقر الدم، فيكثروا من شرب عصير الجزر. عصير الجزر اكيد راه، شوف، اي حاجه، اي نوع ديال الخضره راه الا ما نفعك ما غادي يضرك. هذه كونوا اكيده وديروها في بالكم، ان الحاجه اذا ما نفعتك ما غاديش تضرك. فلهذا اذا بغيتوا انكم جربوها فهاد الفوائد اللي قلت لكم، جربوها وغادي تشوفوها واش بنينه فعلا. وبالنسبه لوليداتكم اللي كتحيروا معاهم شنو غادي ياكلوا لكم، وراه كلنا عارفين اننا كنحيروا مع الدراري الصغار شنو غياكلوا، هذه ما كياكلوهاش، هذه ما تيبغيوهاش. هذه ديال الجزر والخضر والقرع، كنظن ان لابد انهم يشربوها ولو باي طريقه بغاو. اي انا بنتي ما كتبغيش تاكل ليا الجزر هكاك مهروس، وقلت علاش لي ما نديرش ليها بحال الطريقه هذه ونشوفها في نفس الوقت واش غتبغيها. والدراري الصغار كنا كنعرفوا انهم مره كيبغيو الحاجه مره ما كيبغيوهاش، راه مساله عاديه. مره تعطيها ليها وتشربها، ومره تعطيها ليها وما تشربهاش. ولكن حاولوا معهم انهم يشربوا الصوبه ديال الخضره. اذا كانوا ما كياكلوش الخضره هكا في المرقه ولا في كسكسو ولا شي حاجه، فحاولوا انكم تدخلوها لهم الصوبه وشوفوهم واش غادي يشربوها ولا. هنا ممكن انكم تزيدوا معاها واحد بطاطا صغيره. انا ما درتش بطاطا صغيره، ولكن الا بغيتو ديروها بطاطا صغيره راه ممكن حتى هي كتجي معاهم، راه حتى البطاطا راه زوينه. ناخذ هذا الشيء بعدا ونغسلو. قلنا هذا القرع قردناها بحال هكا صغار، والجزر حتى هو غادي نقردوه بهذه الطريقه دوائر. غنحتفظوا باللب ديالو، حيت اللب ديالو هنا احمر. الا كان اللب خضر تحيدوه، الا كان اللب احمر واخا يبقى راه ماشي مشكل، حيت داك الخضر اللي كيكون حر وكيكون مر وكيكون قاصح، يعني واخا كطيبيه ما كيطيبش. اما هذا اللب احمر راه ما غاديش يبقى باين اصلا. انت هو راه فيه الفوائد بزاف بزاف بزاف. غادي نغسل هذا الشيء وغادي نرجع لكم باش نشوفوا الطريقه ديال الاستعمال. ناخذ كسرونه ديال الطياب، كسرونه اللي كنطيبوا فيها. غادي نخويو هاد القرعه ونخزو بهذه الطريقه، وغادي نضيفوا عليهم الماء. غادي نضيفوا عليهم الماء اللي غطي لينا القرع والجزر. كما كتشوفوا هنايا انا 2 كيسان ديال الماء، وباقي خصني نزيد واحد نص كاس. 2 كيسان ديال الماء ونص، 2 كيسان ونص ديال الماء. غادي نضيف التوابل اللي قلنا. غادي نضيفوا زيت العود. زيت العود الا بغيتو تضيفوها دابا ضيفوها، بغيتو حتى طيب عاد ضيفوها راه ممكن. انا كنضيف شويه هنا وكنحتفظ بهاد الشويه حتى الطيب، عاد ان شاء الله نزيد عليها. غادي نردوها فوق البوطه، نديروها فوق النار. هكا وغادي نخليوها نتوما كما تشوفوا معايا. لما كتشوفوا معايا كنخليوها حتى كطيب واحد شويه، كطيب القرع وكطيب الجزر. من بعد غادي نلتقيو ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش نكملوا الوصفه. كما كتشوفوا معايا
القرع الاحمر ديالنا هو طاب مع الجزر، اولا القرعه الحمراء مع الجزر والماء كينقص عليهم. الا شفتوا راه باين الماء كاين واصل، دابا نقص وكيبقى فيه شويه ديال الماء بحال هكا. هاد الماء كنحتفظوا به كندوزو كنطحنوها ان شاء الله. غادي تشوفوا معايا كيفاش غنطحنها. كما كتشوفوا معايا هنا عندي المولينكس، كنطحنوها في مولينكس، ولا ممكن ان الطحانه اليدويه حتى هي انا نطحن لكم حيت داكشي طايب مزيان. خليوها تبرد شويه، انا ما خليتهاش تبرد باش نوريكم. غادي نطويها بالماء ديالها المولينكس وغادي نطحنها. نتمنى تكون كتبان لكم. غادي نطحنها. غير شويه حسب داكشي كيكون طايب. غتشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون. القوام ديالها كيكون بهذه الطريقه، شوفوا معايا. شفتوا كتجي خاتره وعاقده بحال هكا. دابا ممكن اننا بغينا اننا نزيدوا عليها زيت العود، كنزيدوا عليها شويه ديال زيت العود من الفوق. الا بغينا، بحال ما بغيناش راه ما كنديروش. نزيدوا عليها شويه زيت العود ملي تبغيو تاكلوها. كتجي بنينه زوينه سهله اقتصاديه وخفيفه. كتعجب الكبار والصغار. جربوها وردوا عليا الخبر. ما غاديش تندموا على هذه الوصفه، ما غاديش تندموا عليها نهائيا. غيبغيوها وليداتكم وغتبغيوها حتى نتوما معاهم ان شاء الله. ممكن انكم ديروها ملي هكا في العشاء للكبار ولا للصغار، ماشي ضروري للصغار. وممكن انكم تقدموها للصغار حتى هما كذلك، راه تنفعهم بزاف وفيها بزاف ديال الفوائد. وما تبخلوش عليا بلايك، وخليو لي التعاليق ديالكم، وضغطوا على زر الاشتراك اللي اول مره تشوف الوصفه ويعجبتها تخلي لي زر اشتراك. ومرحبا بكم مره اخرى، وشكرا لكم. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم، ونلتقي ان شاء الله مره اخرى مع فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.